واحدة من معايير أن الدولة نجحت في توفير حياة كريمة لشعبها الاقتصاد، ويعبر عنه بدخل الفرد. كم هو متوسط دخل الفرد؟ وفي الآن قوائم تغطي دخل الفرد في كل الدول وتقارن بينها. الهدف النهائي مما نعرضه في الحلقات أنه نوصل للعالم العربي بإذن الله ببعض الأفكار التي نعرضها، أنه يصل إلى درجة عالية من الحياة الكريمة، وأنه يوفر أعلى درجات الحياة الكريمة في العالم، ويصبح دخل الفرد العربي المسلم هو الأعلى في العالم. لأنه هذا معناه أنه العدل طبق، وهذا معناه أنه قضينا عن الفساد. واحدة من المشاكل إحنا لما نشوف سنغافورة اليوم عام 2013 وهي في قمة الازدهار وفي قمة التطور، شوفوا على يسارنا الحدائق العامة والنظافة حقت الشوارع والتطور، يعني الجيل الجديد إحنا ما شفنا غير كده، نتوقع طول عمرهم كده، مولودين كده، في جيناتهم الموضوع. لكن لا، إحنا في منطقة الآن شوفوها عام 1960، عام 1960 شوفوا شوارعها كيف كانت، قمة القذارة، الأوساخ في الشوارع، الأطفال لدرجة أن الأطفال بيستحموا في الشوارع، قمة الفقر وقمة التخلف الحضاري والأخلاقي. لي كوان يو بنفسه كان بيشتكي، رئيس الوزراء لما استلم الوزارة كان بيشتكي من تصرفات وأخلاق الشعب، ويقول يعني أنا أستغرب لماذا السنغافوريين أسواق التكاسي يفتحوا الشباك ويبصقوا في الشارع، كانوا يتفلوا في الشارع. فأخلاق معدومة، فلوس ما في، فقر وجهل، كده كانت سنغافورة. وهذه منطقة أيضا ثانية، شوفوا المبنى ده، شوفوا الآن 1960. سنغافورة كانت منطقة معروفة بالعشوائيات، من فقرها كثير أماكن كانت عشوائيات ومحلات يعني مكدسة وأماكن سكن غير منظمة. مشكلة أنا عارف موجودة في كثير من مدن العالم العربي اليوم، كانت موجودة سنغافورة عام 1960 ولكنهم حلوها. شوفوا المنطقة حولي الآن ناطحات سحاب، شوفوا البلد كيف صارت منظمة مرتبة نظيفة. شوفوا لما سنغافورة استقلت من ماليزيا، ماليزيا كبيرة عندها موارد، عندها اقتصاد، عندها شعب، سنغافورة بلد صغيرة. انفصال سنغافورة عن ماليزيا كان صدمة وصفعة في وجه السنغافوريين، لدرجة أن رئيس الوزراء نفسه لي كوان يو يعني لما انفصلت البلد خرج أمام التلفزيون يبكي. تخيلوا رئيس وزراء ما عنده كلام يقوله. I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as people connected by geography, economics, and ties of kinship, would you mind if we stop for a while? شوفوا لي كوان يو عام 1965 وهو يبكي، وشوفوا الصحف البريطانية كتبت سنغافور is out، سنغافورة خارج اللعبة، خلاص ما لها أمل. وحصل الفراق بين ماليزيا وبين سنغافورة، وشفنا لي كوان يو قاعد يبكي. لماذا كان يبكي؟ لأنه فرق شاسع كان بين مؤهلات وقدرات سنغافورة ومؤهلات وقدرات ماليزيا. باختصار شديد، ماليزيا أمامكم الآن مساحتها 480 ضعف مساحة سنغافورة تقريبا، فسنغافورة يعني تعتبر نقطة بجوار ماليزيا كمساحة. الموارد، ماليزيا ممتلئ فيها الخشب والمطاط وموارد يعني كثيرة في البلد. سنغافورة لا يوجد موارد، وعندها شح في المياه، وعندها مشكلة مياه أصلا. كله كان عوامل محبطة لدولة ليست لها موارد. ولكن شوفوا بالعزيمة والإصرار ماذا فعلوا. واحدة من الأساسيات توحيد الدولة نحو هدف واحد، هذه مهمة جدا. ونرى في سنغافورة أنهم كانوا أعراق مختلفة، في الصينيين والملاويين والهنود واليورو أسيويين، فأربع أعراق يسكنوا في هذه البلد، كل عرق له تقاليده، له دينه، له لغته، يعني شيء صعب. كانوا يتناحروا في الستينات، وكان في مظاهرات وتحطيم سيارات وتكسير بين الأعراق المختلفة، وبينهم ما بينهم من الأحقاد. ولكن كانت من أولويات لي كوان يو كرئيس وزراء يفهم الكل أنه سنغافورة is number one.
كلنا نعمل من أجل سنغافورة، الملاوي والصيني والهندي، كلكم تضعوا عرقكم على جنب ويأتي أولوية رقم واحد الدولة ومصلحة الدولة، فوضع ذلك في المدارس. هتلاحظوا اللغة الرسمية في سنغافورة الإنجليزي، لأنه حبوا يوحدوا الناس ولا يفضلوا عرق عن عرق. فلما جاء لي كوان يو رغم أنه من عرق صيني والأغلبية في سنغافورة صينية، تجرد من عرقه من أجل مصلحة الوطن، فقال ما حنفرض لغة على لغة، إحنا عندنا الصيني والمالي والإنديان، ما حنحط لغة على لغة، رغم أني صيني ورغم أنه الأكثرية صينية لن أفضلهم على غيرهم من باب العدل، وبالتالي اختار لغة ما لها علاقة بالموضوع، قال أقول لكم اتكلموا إنجليزي. الأمر الثاني أنها بلد قوانين، يعني لي كوان يو فهم أنه عندنا شعب ما عنده الأخلاق اللي هو يريد أن يروج لها في سنغافورة، وما عنده الخلفية ولا الثقافة المتطورة اللي يبغى يشوفها في سنغافورة، يبغى بلده رقم واحد تكون. فهذا لن يحصل إلا بسن قوانين، وقوانين صارمة وتطبق على الكل علشان ترتقي المدينة في سنغافورة وأفعال الناس في سنغافورة إلى الأخلاق العالية وتصبح نموذج لباقي الدول. لذلك هي يسموها The Fine City، يعني سنغافورة هي بلد أو مدينة الغرامات، معروفة بالغرامات، في غرامات لكل شيء، ما في شيء في البلد إلا له غرامات. تخيلوا الواحد ممكن يروح عفوا يعني يروح على محل ويشتري قميص في المخالفات. نوريكم محل ممكن تشتري فيه أنواع من السيفونيرز اللي هي تعرف الناس بالمخالفات في سنغافورة، فخورين هم شكلهم بالشيء ده يعني. هذا قميص ثاني، وهنا في مخالفات غير المخالفات المكتوبة هنا. يعني شوف مثلا عدم ضغط الفلش، لو دخلت الحمام الله يكرمك وخرجت بدون ما تضغط فلش علشان اللي بعدك يجي يلاقي المكان نظيف، غرامة $300. عدم البصق، لو بصقت في الشارع $300 غرامة. تخريب الفانداليزم، وهذه نقطة مهمة جدا، هذه يعني تدق على الوتر الحساس. تخريب الممتلكات العامة، انك تيجي على كرسي حق ممتلكات عامة في حديقة عامة تخربه، هذه ما فيها بقى فلوس، سجن أو جلد، ما في لعب. كينينج، طبعا كينينج مش يعني زي الجلد، كينينج بالعصاية كده ويضربك، أو سجن إذا تجرأت أن تمس ممتلكات العامة. مهم جدا مبدأ القوانين على الكل، وهذا واضح في سنغافورة، الكل يطبق عليه القوانين، رئيس الدولة يطبق عليه القانون، الوزراء، الشعب، وحتى الأجانب من بلاد قوية. الأجانب اللي في بعض البلاد لا يلمسوا، الأمريكي اللي له هيبة مثلا في سنغافورة زيك زي غيرك. وحصلت حادثة في التسعينات، فواحد عمره 18 سنة أمريكي قام ببخ كده بويا ولا جرافيتي على بعض السيارات وعمل عمليات تخريبية. القانون السنغافوري يعاقب عليها بالسجن وبالجلد، عندهم كينينج، عندهم الممتلكات العامة لا تمس لأنه هذه ملك الشعب، فأي أحد يلمسها لازم عقوبة شديدة. فحكموا عليه ب3 أمور، حكموا عليه بالسجن 4 أشهر وغرامة $2300 سنغافوري والجلد 6 جلدات. فوقتها كان كلينتون الرئيس الأمريكي، تخيلوا الرئيس الأمريكي تدخل لأنه يعني مواطن أمريكي، فحاول يتدخل، السنغافوريين رفضوا أي تدخل، قالوا هذا زيه زي أي غيره، قوانين في سنغافورة ما له حق أمريكي ولا مو أمريكي. فحتى تدخل محل، حتى المجز، حتى الكوتشينة، كله عليه القوانين، التيشيرت، تشتري تيشيرت فيه القوانين حقتهم، وقوانين في كل شيء. هتشرب قهوة حتشوفها، ما شفت في المج حتشوفها في اللي على الكاسة، ما شفتها في الكاسة حتروح المطبخ حتشوفها ماجنتت، ما شفتها حتشوف واحد لابس قميص في القوانين. فوراك علشان يا مواطن تفهم. لذلك بلد القوانين. نيجي في موضوع يعني مستغرب، بعض الناس أغلب المشاهدين حيستغربوا، يعني تخيلوا أنه في سنغافورة ممنوع اللبان. When was the last time you ate gum in Singapore? Gum. Chewing gum. Chewing gum? Chewing gum.
When I was staying 7 years ago. Yeah. Never? I think 2 years back. Sunday? Sunday. Sunday, yeah. In Sunday. Singapore? Yeah. Where did you get it from? Overseas. Malaysia? Malaysia. From Malaysia, not from here. From Malaysia. From Malaysia. From Malaysia. Yeah. From Malaysia. Yes. You all got your gun from Malaysia. Yes. Why is that? Because it's contraband here. Hi. You have chewing gum? Huh? Chewing gum. No chewing gum? No. خافت هذه. طيب ما في لبان. لو حتى بخافوا لما احد يسالهم عن اللبان. حسبتني بسأل عن المخدرات ولا ليه ممنوع اللبان؟ اولا في سببين. سبب انه اللبان كانوا واحد بياكله بعدين بيرميه على الرصيف يسوي بقع، يكلف الدوله مبالغ كبيره جدا لتنظيفه، وهذه الفلوس جايه من فين؟ ما هي فلوس الشعب، فلوس الدوله، دائما نكررها احنا يا جماعه، فلوس الدوله هي فلوس الشعب، فما احد يقول اوه ما هي الدوله حتصرف، ما حتصرف من فين؟ من فلوسك. فبالتالي الحكومه السنغافوريه قالت لا والله ما حنقعد نضيع مئات الملايين من الدولارات علشان ننظف اللبان. وعندنا مثال عشان بس تشوفوا الفرق. في لندن، رحنا لندن، يعني اي احد راح لندن يعرف البقع اللي في الرصيف، ملايين البقع اللي في الرصيف اللي هي حقت اللبان. تصير بقعة سوداء في الرصيف يصعب جدا نزعها وتنظيفها، تحتاج إلى تنظيف غير عادي. في لندن عندهم أجهزة خاصة لتنظيف اللبان اللي هي دي، ولازم يعني حفلة عشان يشيل اللبان، حفلة لازم يسوي سياج ويجلس ويجيب الجهاز ده، مو مجرد تنظيف عادي يشيله. 3.5 بليون لبانة بتترمي في شوارع لندن، 3.5 بليون في السنة. تكاليف التنظيف حقت اللبان في بريطانيا 10 مليون جنيه استرليني سنويا. الملايين هذه اللي قاعدة تصرف، الملايين اللي قاعدة تصرف، الحكومة السنغافورية قالت لا احنا أولى فيها، فمنعت اللبان، خلاص قالت لا تأكلوا اللبان. ففضل اللبان ممنوع 14 سنة في سنغافورة تقريبا، ممنوع تماما. بعدين جاء بوش رئيس أمريكا، طبعا موضوع اللبان اقتصاد، في شركات لبان بتبيع بملايين الدولارات لبان، فيبغى يدخل اللبان سنغافورة، فصار تفاوض بينه وبين الحكومة السنغافورية، سمحوا أنهم يبيعوا اللبان فقط في الصيدليات، حتى ما قدرنا نصور لأن الموضوع حساس صار عندهم، ففقط في الصيدلية تقدر على تحصل على لبان، ومو أي لبان، فقط النوع ده اللي هو لبان طبي فقط لا غير، اللي يساعدك إما عشان تقلع عن التدخين أو علشان تنظيف الأسنان، يكون في مادة معينة لتنظيف الأسنان، فقط لا غير. لبان عادي ما في، لبان سوبر ماركت ما في، لبان في البقالة ما في، وعايشين من غير لبان، عايشين من غير لبان، ما صار لهم شيء. وبالتالي انتقلوا من شعب يبصق في الشارع وشعب يدفل في الشارع وشعب يستحمى في الشارع إلى شعب واحدة من أنظف المدن اليوم في العالم، من أنظف المدن. من كان يتوقع الحال الانتقال هذا في كم سنة فقط، سنوات معدودة. القوانين. نقارن الآن بين دخل الفرد السنغافوري والماليزي، ونبدأ عام 1965. نرى أنه الدخل نوعا ما متقارب، سنغافورة 395 دولار للفرد، ماليزيا 300 دولار للفرد. سنغافورة باللون الأزرق، ماليزيا باللون الأحمر، ويبدأ السباق بعد الانفصال لنرى كيف أدارت كل حكومة دولتها متمثلة في دخل الفرد. فانظروا فورا الستينات السبعينات كيف سنغافورة انطلقت، وماليزيا في تحسن ولكن لا يقارن بتحسن سنغافورة. تنطلق الرحلة التسعينات، أيضا سنغافورة مستمرة في جلب الاستثمارات الخارجية، في إبقاء روح كبيرة من التعايش بين الفصائل المتعددة. ماليزيا شوية تعاني ولكن أيضا في تطور، وننتهي عام 2010 لنرى الفرق الشاسع مستمر. سنغافورة 31,000 دولار وماليزيا 12,000 دولار فقط. ولكن انظروا بالإرادة والعزيمة وحسن التخطيط والقضاء على الفساد وحسن تخطيط الاقتصاد أدى إلى أنه اليوم سنغافورة تحسنت 80 ضعف عما كانت عليه في وقت الانفصال، بينما ماليزيا تحسنت ولكن فقط 40 ضعف ما كانت عليه في الستينات. ماليزيا أداءها جيد يعتبر،
ولكن لما نقارن بأداء سنغافورة نرى أنها تحسنت فقط نصف النسبة التي تحسنتها دولة سنغافورة. أيضا من أسرار تطور سنغافورة القضاء على الفساد. لا يوجد تطور بدون القضاء على الفساد، فكان أولوية رقم 1 للي كوان يو. كانت بلد فاسدة بمعنى كان في واسطات وفي رشاوي وفي محسوبيات، كانت ماشية البلد كده بفيتامين واو. ولكن جاء وقال احنا دولة سنقضي على الفساد وستطبق القوانين على الكل. أول شيء سوى لما استلم الوزارة قال هذه الوزارة البيضاء، لازم كله يلبس أبيض ليعبروا فيها عن النقاء، عن نقاوة اليد، انه احنا لن نأخذ اي شيء رشوة. طبعا امر رمزي، ولكن هذه ايضا تظهر انه الدولة لما يكون عندها اهتمام على كل المستويات تبين انه ترى لن نسمح بالفساد. وبعدين حنشوف يعني الى اليوم في قضايا فساد عادي يتم الاعلان والتشهير. شوفوا الفيديوهات لما وزير الدفاع المدني شوفوا امام الناس يذهب الى المحكمة ويحاكم علشان قضية رشوة، وقضية رشوة كمان حصلت في فرنسا حتى مو في سنغافورة، وحكم. فالسياسيين ما هم محميين في موضوع الفساد في سنغافورة. أيضا شوفوا لما حاكموا رئيس كنيسة كان اتهم برضو بقضية فساد ويحاكم. فأيضا الطبقة الدين ما هم محميين ومعصومين. كل طبقات المجتمع إذا أردنا أن نقضي على الفساد المفروض كل طبقات المجتمع ما في ولا أحد يكون معزول ومحمي من موضوع الفساد. ما وصلت إليه سنغافورة من تطور ومن حضارة ومن تعايش أساسه كان لي كوان يو درس في هذه المدرسة من عام 1930 إلى 1934، وبعدين لما نتخرج مسك طبعا سنغافورة في رحلة طويلة، وانتخب 1 2 3 4 5 6 7 8 مرات، رغم أنه انتخب 8 مرات ورا بعض لأنه أدى إلى ازدهار سنغافورة. الناس كانوا مبسوطين منه، مبسوطين من الرئيس. دائما إيش حيسووا للرئيس لما ينبسطوا منه؟ حينتخبوه إذا الرئيس كان مسوي شغل كويس. الشاهد أنه عام 1990 stepped down voluntarily as a Prime Minister of Singapore on 28th of November. ترك رئاسة الوزراء voluntarily، ونحط تحت voluntarily 100 خط. voluntarily تطوعا من نفسه ترك، قال كفاية اللي سويته، نفسح مجال للجيل الجديد، وترك رئاسة الوزراء رغم كل النجاحات اللي حققها. ولكنه قال خلاص أنا وصلت لسن يكفي، الجيل الجديد يمسك البلد علشان يستمر في نهضتها وفي تنميتها. وفي هذا أيضا درس وحكمة وتفكر. أيضا من ضمن أهم الأسباب للتطور الاقتصادي في سنغافورة وفي أي بلد موضوع الاستثمار وتسهيل فتح تجارة على المواطنين. هذا له دور أساسي ومباشر في تطوير الاقتصاد. لذلك سنغافورة من أسهل الدول أنك تفتح فيها بزنس. فعملنا تجربة، أنا قاعد في البيت مع مستر كيني، قلنا يلا نفتح شركة. فقلت لكيني ها إيش نفتح شركة؟ فقلت له نفتح شركة إنتاج إعلامي. قال لي أوكي يلا نفتح شركة إنتاج. دخل على الإنترنت على اللابتوب، إحنا في البيت، دخل على اللابتوب، دخل على السكرين، أوكي حط بياناته، ها إيش نسمي الشركة؟ سميناها سهل برودكشن، SAHL، سهل برودكشن، إيزي. حط سهل برودكشن على طول في الانترنت، كأنك بتختار اليوزر نيم في الأشياء الثانية دي، كله اوتوماتيك يعني. حط سهل برودكشن، الاسم مأخوذ ولا مو مأخوذ، في ثواني طلع له. بدل ما تروح شوف بعض الدول لازم عشان تعرف بس الاسم مأخوذ ولا لا لازم تروح لوزارة التجارة وتقدم معاملة ويفتح يدوك أوراق عشان تدور بنفسك، وبعدين يجيك الرد ثاني يوم. يعني حكاية بس عشان تعرف الاسم مأخوذ ولا لا. عرفنا الاسم مأخوذ ولا لا في ثانية، ضغط اوكي اوبن نو بروبلم، كمل البيانات، حط سبميت أو تقديم المعاملة. Congratulations for the success registration of the new business. You're finished? Yes. جاله رد إنه سيأتيك رد عبر الإيميل خلال 72 ساعة. خلاص نرجع لك بعد 72 ساعة. مشينا. ثاني يوم العصر كلمنا، قال لنا أقول لكم خلاص. قلت له إيش خلاص؟ قال لي خلاص. جاله ايميل انه تم افتتاح شركة سهل برودكشن، مبروك. فرحنا له. Well, apparently yesterday in the afternoon I got it approved. جاله ايميل يؤكد انه شركته اتفتحت وانه صار رسمي. هذا الكلام خلال كم يعني؟ خلال 28 ساعة. 28 ساعة.
So 28 hours, you're now a business owner of a production. I'm the boss. You're the boss Yes. of a production company. Yes. عن السجل التجاري دحين، فين السجل التجاري، فين الإثبات، فين؟ فطلع يعني حتى مو لازم يروح، ممكن إيش يسوي؟ يطبعها من هنا من بيته. Okay, let's print the certificate. Oh, it's out already. Sahal Production. أهلا وسهلا. أوكي. فشفت الورقة مو شكلها زي اللي نعرفه سجل تجاري، يعني ما هي شكلها زي شهادة أنه شركة فلان ورقم السجل وصاحبها موقعة ومختومة ما في، أقرب إلى فاتورة. قلت له إيش دي؟ قال لي هذه فاتورة. قلت له يعني، قال لي أصلا هذه مو مهمة، يعني إحنا مو محتاجينها. So you don't need to have You don't need a that paper. anymore. Don't need. That's for you to hang in your office. يعني حتى دي مو محتاجينها. You don't need this. يعني طلع بس هذه يعني إذا تبغى يعني تطبعها علشان لو رحت شركة أو كذا، بس أنت رسميا ما تحتاج حتى سيرتيفيكت. بطلوا شغل الورق السجل التجاري لأنهم رايحين على بيبرلس حاليا، كله إنه يكون شيء غير ورقي، فما يحتاج سجل تجاري. كل اللي يحتاجه الرقم ده. الأستاذ كيني الرئيس التنفيذي CEO. Yes. وهذه الرسالة من قصة سنغافورة في حلقة اليوم. رؤية قصة سنغافورة تعطي أمل إنه مهما كانت الأمور صعبة ومهما كان هناك تخلف نراه في الشوارع، في أمل للإصلاح وأن نصبح كهذا وأحسن، إذا وجدت قيادة حكيمة، وإذا وجد شعب يريد أن يتطور، وإذا وجدت دولة تعمل من أجل هذا كلها، حكومة وشعبا. متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير، ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا بظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر. أن نتفكر.